يا شباب المسلمين، بماذا ستلقون الله عز وجل؟ بالخلوات المحرمة، وبالنظر إلى العري، وبالنظر إلى الخنا، وبالنظر إلى الصور العارية، وبالنظر إلى الزنا وإلى اللواط، بالنظر إلى الصدور العارية. يا شباب المسلمين، بماذا ستلقون ربكم سبحانه وتعالى؟ بالأغاني والمعازف التي قضيتم أوقاتكم بالسماع لها. يا شباب المسلمين، بماذا ستلقون ربكم سبحانه وتعالى؟ باستضعاف الناس وبالتعدي على حقوقهم، باستضعاف المسلمين وبأكل أموالهم وبالتقطع لهم. يا شباب المسلمين، بماذا ستلقون ربكم؟ بالمعاكسات في الشوارع للنساء وبالتعرض لنساء المسلمين. يا شباب المسلمين، بماذا ستلقون ربكم سبحانه وتعالى؟ بالمراسلات المحرمة مع الشابات. يا معاشر الشباب، ألا تستعدون للقاء رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أيضحك عليكم أعداؤكم ليذهبوا برونقكم وليذهبوا بهذه الساعات التي ستسألون عنها يوم القيامة؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فاتق الله يا أيها الشاب، اتق الله سبحانه وتعالى. ليست إبرازا للعضلات ما تفعله وما تقترفه، فإن ربك سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ما تفعل الآن، وسيمر عليك هذا الأمر أمام عينيك يوم القيامة. تراه أمام عينيك ماثلا، تود لو أن بينك وبينه أمدا بعيدا، تود أنه لم يكتب عليك، تود لو أن هناك من نهاك عن مثل هذه الأفعال. ألا فلتتق الله وليكن لك رادع برقابة رب العالمين سبحانه وتعالى لك. الله يرقبك ومطلع عليك سبحانه وتعالى، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما تأتي وتذر. فاتق الله سبحانه وتعالى. فلا رادع لهؤلاء الشباب إلا أن نذكرهم برب العالمين سبحانه وتعالى، إلا أن نذكرهم بالله وأنهم سيقفون بين يدي رب العالمين. ألا فلترجعوا إلى دينكم، ألا فلترجعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى حتى تنتفعوا بهذه الأعمار وحتى تنتفعوا بهذه الدقائق إن عمرتموها بطاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم وشاب نشأ في طاعة الله.